كتير مننا بياخد قرار وبعدها يفضل يسأل نفسه، يا ترى لو كنت اخترت غير كده كانت حياتي هتبقى أحسن؟ قرار في الشغل، جواز، طلاق، قرار يخص ولادنا، وحتى قرار هسافر فين في الأجازة. طبعا في قرارات صغيرة بتعدي، وفي قرارات بتغير شكل حياتنا كلها. فازاي نحسن من قراراتنا؟ قبل ما أقول أي حاجة، في خطوة بالنسبة لي من أهم الخطوات هي الاستخارة. إنك تطلب من ربنا يختار لك الخير حتى لو كان غير اللي انت عايزه. وفي حاجة مهمة جدا في الاستخارة، ويمكن دي أصعب جزء فيها، إنك تحاول تكون محايد على قد ما تقدر. عارفة إن ده مش سهل، وأغلبنا وهو بيستخير بيكون نفسه الإجابة تبقى في اتجاه معين. بس ما تنساش إنك بتتعامل مع ربنا اللي عارف كل حاجة وما بيعملش غير الخير، حتى لو انت مش فاهم المغزى من ورا اللي بيحصل دلوقتي. طيب، بعد ما عملنا الاستخارة وسلمنا أمرنا لربنا، ايه بقى الحاجات العملية اللي نقدر نعملها عشان نزود احتمالية اننا ناخد قرار أحسن؟ أول حاجة، ادي لنفسك وقت تفكر، على الأقل 24 ساعة، زي ما بيقولوا sleep on it. لأن الوقت بيكشف حاجات ما كانتش في الحسبان، وبتبدأ تشوف الصورة بشكل أوضح. معظم القرارات الغلط بناخدها وإحنا في قمة انفعالاتنا، زعلانين، متحمسين زيادة، خايفين. تاني حاجة، أنا عارفة إن دي ممكن تكون مضحكة وناس كتير تحس إن هي سخيفة، لكن ما تاخدش قرار وإنت جعان، مرهق، أو حاسس بالوحدة. حالتنا الجسدية والنفسية بتأثر بشكل كبير جدا على جودة قراراتنا. وإحنا جعانين أو مرهقين أو حاسين إن إحنا لوحدنا، ممكن نكبر المشكلة في دماغنا، أو نشوف الأمور أسوأ من حقيقتها، أو نندفع في قرار لو رجعنا له بعد كام ساعة هنستغرب إحنا إزاي فكرنا بالطريقة دي. عشان كده ساعات أحسن قرار ممكن تاخده هو إن أنت تخش تاكل أو تنام أو ترتاح شوية، أو تتكلم مع حد بتحب تحكي معاه، وبعدها ترجع تفكر. هتتفاجئ إن نفس المشكلة بقت أصغر، وإنك بقيت شايف حلول بدل ما كان طريق مسدود خلاص. تالت حاجة، دي من أكتر الحاجات اللي غيرت طريقتي في التفكير: ما تحكمش على جودة قرارك من النتيجة. احنا غالبا لو النتيجة طلعت كويسة بنقول أنا خدت قرار صح، أو لو النتيجة طلعت مش كويسة بنقول أنا خدت قرار غلط. ده مش بالضرورة صح، لأن النتيجة مش بتعتمد على القرار بس، النتيجة بتتأثر بالتوقيت، الظروف، قرارات ناس تانية، يعني في حاجات خارج سيطرتك. وبرضه ممكن حد ياخد قرار عشوائي جدا وينجح، وده برضه مش معناه انه بياخد قرارات صح. عشان كده وانت بتراجع اي قرار، ما تسألش نفسك النتيجة طلعت زي ما كنت بتمنى ولا لا. اسأل نفسك لو رجع بيا الزمن وبنفس المعلومات اللي كانت عندي، هل كنت هاخد نفس القرار؟ لو الإجابة أيوة، غالبا القرار ده كان صح. يمكن اللي حصل بعده هو اللي كان خارج حساباتك. وده مش بس بيريحنا من جلد الذات، لا، ده كمان بيساعدنا نحسن من قراراتنا بعد كده. اسأل نفسك كمان ايه اللي اتعلمته من القرار ده، لان قراراتنا بتتحسن بالوقت كل ما بنقف مع نفسنا ونتعلم من اللي فات. الشخص اللي انت عليه دلوقتي هو نتيجة كل القرارات وكل الأخطاء وكل الدروس اللي انت عديت بيها. وفي نقطة أخيرة ممكن تكون أهم من كل اللي فات: كتير من الناس بتأجل القرار لأنها مستنية تبقى متأكدة 100%، والحقيقة إن ده عمره ما هيحصل. مفيش قرار في الحياة عليه ضمان، ولا في حد يعرف المستقبل. انت بتتوكل على ربنا أولا، وبعدين بتاخد أفضل قرار تقدر تاخده بالمعلومات اللي معاك دلوقتي. وعشان كده ما تخليش خوفك من القرار يمنعك من الحركة، لأن ساعات عدم اتخاذ القرار بيكون أسوأ قرار.